فخلينا كده نرتب افكارنا تاني. رقم واحد، انا هروح الجيم لسه في الاول، هعمل ايه بعد ما سجلت؟ هبتدي اسال مين الكوتشز اللي موجوده في المكان، كوتش كذا كوتش كذا. هروح اي كوتش، طبعا انا مش عارفهم، فهروح اسال الكوتش، كوتش النهارده انا اول يوم اعمل ايه؟ ما اخشش الجيم ايه ده في ماشينز كتير، ما اخش اجرب الماشينز دي وتقول ايه؟ لا، هي الموضوع مش بيمشي كده خالص. انت هتخش تشوف الماشينز دي بتقول ايه. الماشينز مش هتضرك، خلينا متفقين، هي مش هتاذيك في حاجه، بس انت ولا عارف دي بتشغل عضله ايه، ولا عارف تحط ايه مع ايه، ولا عارف تجيب كام حد، ولا عارف تظبط الدنيا ازاي. كل الكعبله دي الكوتش هيظبطها لك. مين الكوتش اللي موجود هنا؟ كوتش كذا، انا اول يوم اعمل ايه، هيبتدي هو يظبط لك الدنيا. طب خلينا بقى نتكلم ايه اللي هو هيقوله لك في الاول، او ده المتعارف عليه عامه عند الكوتشز عامه، اللي هو اول حد لسه بيبدا هيعلمك الاول تسخن ازاي، تورم اب ازاي جسمك. هيطلعك على المشايه من 5 ل 10 دقائق عشان تورم اب الدوره الدمويه كويس. زي طبعا الورمنج بتاع المسلز نفسها اللي هو بوزن خفيف، هيعلمك ازاي تسخن جسمك، سواء الابر بادي او اللور بادي، سواء جسمك من فوق او جسمك من تحت. ازاي اسخنه كويس، ازاي ابدا عامه اكون جاهز ان انا اتمرن. طيب في الاول خليكم برضو فاهمين او خليكم عارفين ان احنا مطلوب مننا ان احنا نسخن جسمنا كله، اللي هو اصلا ما بيتمرنش خالص، سواء ما بيتمرنش خالص قبل كده او سواء كنت مريح بقالي فتره طويله. ان انا محتاج اسخن جسمي كله ده على 3 ايام، بلاش يوم واحد، بلاش الجنرال، بلاش ان انا ابدا اول يوم اخش الجنرال العب جسمي كله. دي مش احسن حاجه يعني. ده زمان كنا بنعمل الكلام ده، بس خلاص ما بقتش حاجه كويسه بعد ما الدنيا اتطورت. ما بقتش حاجه كويسه ان احنا نعمل جنرال نلعب جسمي كله مره واحده. حاول تقسم جسمك على 3 ايام، نلعب يوم للبول، يوم للليجز، يوم للبوش، بنفس الترتيب كده هيبقى احسن حاجه، بحيث ان انا اوريدي الابر بودي اكون قسمته على يومين وبينهم يوم في النص للرجلين. هبدا اول يوم البول ده هعمل تمارين البول اللي هي الظهر والكتف الخلفي والبايسبس. تاني يوم هلعب الرجلين. تالت يوم هلعب البوش اللي هو الكتف والشست والترايسبس، الكتف طبعا الجانبي والامامي مش الخلفي. طيب الترتيب ده او التمرين ده هياخد مني قد ايه؟ الكنترول كله هيبقى راجع ليك انت الشخص اللي بتمرن. عايز تتمرن كام يوم في الاسبوع؟ عايز تتمرن 3، عايز تتمرن 4، عايز تتمرن 5؟ راجع لحياتك اليوميه. انت شخص بتشتغل، شخص بتدرس، شخص عندك ايا كان ايه في اليوم، هتبقى عارف تكنترول انا اعرف ادي الجيم كام يوم في الاسبوع، فعلى اساسه ساعتها الكوتش هيظبط لك القصه دي. لو انت هتتمرن 3 ايام في الاسبوع، هو يخليك تكمل على نفس الكلام، بوش بول ليجز، ده هي احسن تقسيمه عامه للثلاث ايام. لو يومين بس، انا ما اقدرش ادي الجيم غير اليومين بس، ساعتها ممكن هتقسم تقسيمه ابر اللور، يعني يوم فوق يوم تحت، او اليومين هيبقى يوم فرونت لكل الاماميات ويوم باك لكل الخلفيات. طيب لو انا مش هقدر ادي غير 4 ايام، ساعتها هنخش في تقسيمه ثانيه اسمها برو سبليت. هتبتدي تقسم جسمك كل يوم عضله، مع العضلات الصغيره ممكن تروح مع العضلات الكبيره، يعني مثلا نلعب تشست وبايسبس او ظهر وترايسبس، كتف رجل كده، يعني هيتقسم 4 ايام. فالموضوع كله راجع ليه انت نفسك قادر تدي كام يوم. طب انا عادي، انا ايا كان، شوف انت عايزني اتمرن، لو عايز اتمرن 8 ايام في الاسبوع هتمرن 8 ايام. يبقى ساعتها الكوتش هترجع القرار ده للكوتش نفسه، هو شايف ان انت جسمك اللي قدامه، كميه العضلات اللي قدامه دي تستحمل كام يوم تمرين في الاول في البدايه. لو هو شايف انك لا كفايه عليك 3 بس في الاول، بعد كده نزيد، عشان برضو ده كروت، ده كارت، انت مش مجبر انك تحرق كل كروتك في الاول، واحده واحده. فلو 3 ايام كفايه خلاص 3 ايام كفايه، بعد كده ممكن تبقى تزود 4 ايام، خلاص 4 ايام. لو انت اوريدي شخص محتاج انك تضغط على نفسك زياده، هقول لك خلاص من الاول ممكن نستارت 5 ايام في الاسبوع. هل انا بفضل انك اكتر من 5 ايام؟ لا، انف 5 ايام قوي، كفايه قوي 5 ايام في الاسبوع. هتعرف تقسم جسمك كله على 5 ايام، وفي نفس الوقت مش هيكون لود زياده على جسمك. ما تافورش 6 ايام و7 ايام في الاسبوع، تو ماتش كتير يعني. ممكن 6 ايام لو حد اوريدي هو اصلا كان بيتمرن وقت طويل وريح بس شويه ورجع يتمرن تاني، قشطه. او حد اوريدي بيتمرن بروفيشنال يعني، خلاص. لكن غير كده كتير قوي ان هو يكون اكتر من 5 ايام في الاسبوع يعني. طيب ازاي اكونترول؟ طبعا الكوتش هيوجهني وهيقول لي اتمرن ده واتمرن ده واتمرن ده، بس مش هيقف معايا في التمرين عشان انا مش بتمرن معاه برايفت. فازاي اعرف اكونترول ان انا ازود امتى وازودش امتى؟ دي اكتر مشكله عند كل الناس. في ناس بتبقى جايه الجيم خايفه من انها تزود، وفي ناس بتبقى فرحانه، هي الله انا عمال ازود عمال ازود، هو مش عارف هو اصلا بيزود ده صح ولا غلط. طيب خلينا نبقى فاهمين ان هو اللي بيتحكم في انك تزود او لا عداتك بادائك.
يعني الكوتش هيوريك الاداء المظبوط وهيبص عليك في عده عدتين. الاداء المظبوط اللي هو وريهولك ده افضل العب بيه، شوف انت هتجيب بنفس الاداء ده كام عده باقل وزن هو محطوط. يعني لو الماشين مثلا اقل وزن مثلا فيها 5، انا حطيت ال5، لا دي خفيفه قوي فزودت ال10. نفس الاداء خفيفه قوي. خفيفه قوي يعني ايه؟ يعني بجيب اكتر من 12 15 20 عده من غير ما احس ان انا تعبان. طيب زودت اكتر، وصلت ان انا بجيب 12 عده 13، ها ايه بالعافيه شويه اخر ماشي انا كده كويس، ممكن ازود واحده كمان. طب زودت واحده كمان ووصلت ان انا بجيب 8 9 كويس، وبعدين بجيب عدتين 3 كده بالعافيه وخلاص ما بقدرش ان انا اكمل. بيرفكت، هو ده المطلوب منك. طيب هل انا من الاول كده اخش كده اتغشم على الاوزان؟ لا، ما تعملش كده عشان جسمك اصلا مش عايز ده. جسمك في الاول مش محتاجه اصلا. انت لو لعبت باقل وزن ممكن تلعب بيه وجبت عدات من 12 ل 15 عده، ده كفايه جدا على جسمك، عشان هو في الاول بيكون بس بيأدابت. يعني ده هيديك اصلا بروجرس، انت اصلا مش محتاج تزود زياده عشان توصل للبروجرس ده. يبقى انا ليه ازود؟ طب ما هو انا خليني واحده واحده لحد ما جسمي يبطل يجيب اخره. خلاص جاب اخره في البروجرس ده، وليكن مثلا الماشين دي انا بلعب ب 20 كيلو، ال 20 كيلو فضلت العب بيها لحد ما خلاص جسمي مش بيتطور، تمام ازود اخليها 25 اخليها 30. طب ما انا كنت قادر ازود من الاول، انا ليه ما زودتش من الاول؟ عشان انت مش محتاج ده في الاول. وبعدين في حاجات تانية جنب عضلاتك اللي هي اصلا قادره تعمل ده، في حاجات تانية جنب عضلاتك مش قادره ان هي تعمل ده. يعني ممكن مفاصلك، ممكن عظمك، ممكن الليجمنتس، التندنز، الحاجات اللي هي الاربطه والحاجات دي كلها مش قادره ان هي تشيل دلوقتي. فواحده واحده كده، واحده واحده اتك على العقل واتك على الصبر كده، وابقى زود لما جسمك تحس ان هو خلاص بدأ يبقى قادر. تزود ازاي؟ زي ما احنا اتفقنا اوريدي، خلي الكنترول بتاعك عداتك دايما من 8 ل 12. لو جبت اقل من 8، يعني انت نفسك جبت 5 عدات بالعافيه مش قادر اجيب ولا عده اكتر من كده، لا ما بلاش الوزن ده، قلل الوزن تاني وخليك في الوزن الاقل منه. طب الوزن الاقل منه انا بجيب ب 12 13 عده، خليك فيه شويه لحد ما تقدر الوزن الاتقل منه تعرف تجيب بيه على الاقل 7 8 9 عدات. واحده واحده كل حاجه هتتظبط، واحده واحده هتفهم الموضوع اكتر، واحده واحده هيبقى فيه في دماغك نولج اكتر، وهتبقى مستوعب اكتر انك امتى تزود وامتى لا، امتى احس بالعضلات اللي انا اوريدي بتمرن عليها. كل ده هيتفهم واحده واحده، وانا هحاول ان شاء الله افهمكم على قد ما اقدر. انا كفايه اصلا عليا جدا ان يكون شخص او شخصين يبداوا ان هم يتمرنوا او يفهموا فعلا انا بتكلم عن ايه ويحبوا اللعبه دي. اللعبه دي فعلا يا جماعه، يعني انا مش طبعا مش محتاج ان انا اقول لكم ان هي اهم لعبه تعتبر عامه في كل الرياضات، عشان هي اوريدي داخله في كل الرياضات اوريدي. يعني اي رياضه عامه، اي حد بيلعب اي رياضه هو ملزم ان هو يتمرن في الجيم عشان اوريدي عضلاته وصحته تكون كويسه للعبه اللي هو عامه بيلعبها. وهحاول اتكلم معاكم بالتفصيل اكتر لو حد اوريدي رايح الجيم يتمرن رياضه معينه يعمل ايه، لو حد رايح يلوز فات يعمل ايه، لو حد رايح اوريدي ان هو يجيم ماسلز يعمل ايه. هتكلم معاكم في التوبكس دي كده واحده واحده. زي ما قلت لكم انا حسن رضوان، مدرب شخصي معتمد ومن الاي اس اس اي، وهيد كوتش في شيل جيم في الابراهيميه في الاسكندريه. شكرا جدا، ويا رب اكون فدتكم باي حاجه. شكرا.